بتاعه مسرح مصر يوم ما عملتها. كنا ما بنعمل مسرحيات كبيره من اول خشب الورد مرورا باولاد رايه وسكينه ومرورا بمسرحيه اسمها بشويش كانت مع الاستاذ جلال الشرقاوي والاستاذ حسن عبد السلام وكل الاساتذه الكبار اشتغلت معاهم. مسرحيه مدتها من 3 ساعات ل4 ساعات. اما المسرحيات دي كانت بتتصور. افكركم بحاجه او جيلنا او قليل من جيلنا موجود يعني. ايوه ما كنا بنتفرج مع بدايه ظهور الجهاز الجديد على ايامنا اللي اسمه فيديو. فكنا نروح نوادي الفيديو نأجر مسرحيه خشب مدرسه المشاغبين ولا العيال كبرت ولا مش عارف ايه عشان نتفرج مع ان احنا حافظينها عشان نتفرج عليها في البيت ما نستناش لما تتعرض في التلفزيون. فكانت مدتها 4 ساعات. حد يفتكر المشهد الاخير في المتزوجين؟ حد يفتكر المشهد الاخير في مدرسه المشاغبين؟ احنا عارفين الحتت اللي بتضحكنا بنجري ونجري الاستعراضات ونجيب الحته اللي بتضحكنا اللي احنا حافظينها تمام. فمن هنا جت الفكره ان طب ما نعمل ده اللي هو ما كانتش بتتعدى ساعه. طب ما نعمل مسرحيه ساعه فيها ضحك. ولو هنرجع لاصلها في حاجه اسمها كوميدي ديلارت. طبعا استاذنا الاستاذ محمد عارف اللي ده كان في العصور الوسطى في اوروبا في ايطاليا. كوميدي ديلارت كانت بتعتمد على الارتجال وكان في ماده في المعهد بتدرس اسمها فن الارتجال. فالارتجال كانوا بيعملوا ايه؟ تعالى انت ظابط وانت صاحبه البيت وده جوز صاحبه البيت وده الحرامي خشوا مثلوا. في اكتر من كده؟ ما كانش في حتى الخط اللي موجود. احنا الفكره كان اساسها في مسرح مصر او تياترو مصر على الارتجال. في ممثلين فظاع عظماء لكن لو اتحط في موقف الارتجال يرتبك. فبالتالي كان مهم جدا اللي واقف على المسرح اللي بنعمل مسرحيه في يومين او بنعمل التجربه دي في يومين عشان كلمه مسرحيه كانت ساعات بتزعل حد. فكنا بنعمل التجربه دي في ساعتين في يومين ونطلع قدام الجمهور. ليها عيوبها وليها مزاياها. من مزاياها ان الجمهور ابتدى ينزل يروح المسرح. وكان الاساس في الحكايه هي العرض التلفزيوني. هنختصر ال4 ساعات في ساعه مطلوب منها الضحك فقط. نجحت. عملت رد فعل حلو. حد اعترض عليها؟ طبعا حد اعترض عليها. ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. اوكي في خلال 10 سنين من التجربه من 2013 احنا في 25 12 سنه من بعض المعترضين هم بيمتهنوا نفس المهنه. اوكي انت النوعيه دي ما عجبتكش. النوعيه اللي انت بتحبها وانا بحبها ما قدمتهاش دي.